فانت عشان تقف قدام الاهلي زي ما موسيماني وقف قدام الزمالك بالكوكبه بتاعته، لازم مدرب ولازم لعيبه. الاهلي خد بالك كان في ناس ملط كتير ايام كوكبه موسيماني. ايمن اشرف ده لعيب وحش جدا، بس موسيماني اللي عامل منه لعيبه. ادينا شفنا ياسر ابراهيم اطلع قدام كان في بلاوي، مروان محسن، حسين الشحات، الوينج بتاع اجاي فين دلوقتي، كل دول اللي عامل منهم لعيبه موسيماني. لازم اجيب مدرب يخلق لعيبه، استغفر الله العظيم طبعا، يطور لعيبه. احمد حمدي بيتطور، ناصر ماهر يتطور، شحاته يتطور، ناصر منسي، كل دول ممكن تطلع منهم لعيبه مع 3 4 نجوم كبار تقدر تقف قدام الاهلي. اتمنى عوده جوميز طالما الاهلي مش هيجيبه وخلاص، مش هيجيبه، يبقى جوميز تجيبه تقول له اللعيبه اللي انت عايزها وفلوس، ها عايز ايه تاني، واديله يا عم مرتب 5 شهور قدام. جوميز اثبت نجاحه معاك، ما ينفعش، لازم يرجع. ما فيهاش يا جماعه، مش هجرب تجربه جديده، نعتذر للراجل ده. 5 لعيبه جامدين احسن من 10 فيستك. كلمت صاحبي النهارده بيقول لي انا لا 5 لعيبه يا انا عايز 10 لعيبه. يا فرحتي 10 لعيبه كلهم من طلائع الجيش والبنك الاهلي والجو ده، لا هات لي 2 اجانب صح و3 4 مصريين مصريين كويسين، شكرا. انا ده اللي محتاجه، 5 لعيبه، 5 كويسين احسن من 10 فيستك. في كلام على كريم البركاوي عايز 1,700,000، لا كريم البركاوي ما ياخدش 1,700,000 دولار، ده بياخدوا مساهم ابو علي وجراديشار. كلنا شفنا كريم البركاوي مهاجم فتاك، بس ياخد 700 800 واقدر اجيب لعيب جنبه تاني. لكن ادي ده ال1,700,000، اخد ال1,700,000 زود عليهم 300 من ممدوح عباس واديهم لكوتيسا. لا كوتيسا بقى يعمل 100 من كريم البركاوي. عايزين ده يشتغل، ابوس ايديكم، ده يفكر